عشان كلنا مصريين، كلنا مصريين. انا مش جاي مع حد ضد حد. انا بتمنى الناس اللي هنا والناس اللي في كل مصر، في كل البيوت واللي في التحرير وغير التحرير، كلنا مصريين. احنا بنتكلم استفدنا من الظروف اللي فاتت والتغييرات اللي فاتت، لكن كلنا ما بنرضاش ان حد يتهزأ او يتبهدل. اذا كان الرئيس حسني مبارك عمل حاجات كتير فهو ليه وعليه، كلنا لينا وعلينا، كلنا اخطأنا في شغلنا وكلنا عملنا حاجات كويسه في شغلنا. سيادة الرئيس عمل حاجات كتير كويسه، وفي نفس الوقت ممكن يكون في ناس حواليه خلوه في مواقف كتير جدا، خلوش بوظوا حاجات من الحاجات اللي كان بيفكر فيها. ولكن احنا عايزين نوصل لحاجه، الحاجات التغييرات اللي حصلت عايزين نستنى عليها للاحسن، وفي نفس الوقت مش عايزين نخون بعض، مش عايزين نقول ده مع حد وده مع ضد حد. عايزين يبقى فيه زي ما استفدنا من الديمقراطيه والحريه اللي احنا خدناها، الحريه اللي احنا خدناها كلنا في عهد حسني مبارك. احنا خدنا حريه في عهد حسني مبارك. انا واحد من الناس للاسف انا زعلان جدا. حاطين ناس، في ناس بيدعوا ان هم مصريين، بيقول لك ان في ناس في قايمه سوداء وفي ناس قايمه ضد الثوره. يا جماعه بعد اذنكم دي او التغيير، الاخطاء اللي فاتت انا بسميها، عايزين تسموها ثوره، تغيير ضد اخطاء كلنا استفدنا منها. فبالتالي مش عايزين نخون بعض، ومش عايزين نقول قايمه سوداء وقايمه ضد الثوره وقايمه مع الثوره. فعايزين كلنا نبقى مصريين، عايزين العلم اللي احنا شايلينه ده علم واحد. دلوقتي اسرائيل وايران وامريكا وكل الدول اللي حوالينا عايزه تنهش فينا، عايزه تقطع فينا. عايزين احنا نبقى مصريين، اللي هنا واللي في التحرير واللي في مصر كلها نحافظ على بعض. هو ده اللي انا بقوله، دي رساله بيني وبين ربنا، نحافظ على بعض. وعايزين نبقى مصر دي واحده بس، وعايزين التغييرات للاحسن. ونقول للرئيس شكرا، عملت اللي عليك وخلتنا وقفنا هنا، يبقى انت اديتنا حريه. وقفنا قبل كده واديت الناس بتاعت التلفزيونات والقنوات. تاني راجل في التوأم بعد الكابتن حسام الكابتن ابراهيم حسن، برضه ما غيرش موقفه. يعني انا طبعا يا حسام يا ابراهيم مش تكريم لك يمين، 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 يا حسام يا ابراهيم مش تكريم لك يمين. انا بشكر الناس كلها اللي موجوده هنا، الناس المحترمه اللي موجوده في ميدان مصطفى محمود. الناس اللي عندها اصل، الناس اللي ما بتنكرش الجميل، الناس اللي جايه ترد الجميل. الرئيس قعد 30 سنه حمى مصر من حروب كتير، وطلعت اطفال وشباب طلعوا اتربوا في امان، اتولدوا في امان. في عهد الرئيس حسني مبارك اللي للاسف اللي ناس تسوى وما تسواش بيجيب سيرته بطريقه مش كويسه. الرئيس حسني مبارك كبير وهيفضل كبير وهيعيش كبير وهيموت كبير.
في الشخصيه المحترمه اللي ادت لمصر كتير. والراجل عايز اقول لهم حاجه، الراجل ده لو هو مش كويس كان من اول يوم خد بعضه وساب البلد زي رؤساء كتير عملوها. لانه راجل قائد. عنده اصل هيموت في مصر. لانه راجل قائد يا جماعه لان الراجل ده قائد ومحارب وفايتر. يعني راجل لو هو راجل مش عارف يعني ايه معنى راجل محارب وقائد كان سبق ومشي، بس هو عشان عنده اصل وراجل محترم وراجل بيحب البلد دي قال لك انا مش هسيب البلد دي الا لما اسيبها كويسه ومش هموت انا في مصر. فما حدش كان لازم كله يحترم. انا موجود هنا لحسام، انا بتكلم بصفه شخصيه انا وحسام على الناس اللي بتزايد. انا وحسام ما خدناش اي حاجه من اي حد، ولا استفدنا من اي حد، ولا اتعمل لنا تكريم في اي حته. انا موجودين هنا عشان كلمه حق. انا وحسام بنحب طول عمرنا الحق، ما بنحبش الظلم. عشان كده احنا موجودين هنا. احنا موافقين نحارب الفساد. احنا موافقين على حرب الفساد. الناس اللي مش كويسه تمشي، تمام؟ الناس اللي اساءت للرئيس حسني مبارك واساءت لمصر موافقين ان هم يمشوا، موافقين ان بعد كده الناس تشتغل. مش موافقين ان رئيس الحاج حسني مبارك رئيس حسني مبارك يتهان. هو دي مبادئ يا حسام، وده اللي احنا بننادي بيه، ولازم الناس تعرف كده.